السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل طاجن ورق عنب باللحمة بطريقة جديدة وسهلة، وهنعملها في الفرن. ياريت تدعمونا باشتراك ولايك للقناة. هنبتدي بالطريقة على طول، وعندنا اللحمة بتاعتنا وكزبرة وبقدونس وشبت متقطعين وعصير طماطم وبهاراتنا وبصل متقطع وتوم متقطع. وعندنا البهارات بتاعتنا عبارة عن كزبرة وكمون وملح وفلفل اسود وبابريكا وبهارات مشكلة. هنبتدي على طول نشوح اللحمة بتاعتنا عشان نبدأ نرصها في الطاجن. هنشوح اللحمة بطريقة جميلة، لازم تتشوح كده وتبقى خفيفة اللحمة ستيك. لو ما عملتوهاش بالطريقة دي يبقى نعمل اللحمة نسلقها في شوربة عادي، بس احنا بنعملها بالطريقة دي بيطلع طعمها احلى. تمام، هندي اللحمة تشويحة جميلة كده زي ما انتم شايفين. هتاخد وشين على طول، اول ما تاخد اول وش يتغير تقلب تاني وهتقلبها مرتين. ده منظرها عندنا كده. هناخدها زي ما هي كده ونحطها في الطاجن، نرصها رصة جميلة، وننزل عندنا في نفس الطاسة بالمكونات بتاعتنا البصل والثوم. هنديهم تقليبة ولازم يتبالوا كده بنفس المنظر اللي انتوا شايفينه ده. واول ما يتبالوا ننزل بعصير الطماطم والبهارات بتاعتنا زي ما انا قلتها لكم. نديها تخليها تغلي مع بعض دقيقة كده، وبعد كده تحط 3 معالق صلصة. هنقلب معالق الصلصة دي تقليبة كويسة. والنهاردة الطريقة مش تقليدية، هنسخن الرز. تمام، لازم ندي الرز تسخينة كده عشان يستوي معانا بسرعة وما ينشفش. هنسخن الرز ونقلبه كويس كده، واخر مرحلة معانا هنحط الخضار بتاعنا. بعد ما بنحط الخضار على طول بنقفل على النار وخلاص. ادي منظرها زي ما انتوا شايفين، حاجة جميلة كده وحتى لونها بيلمع وخلطة كده مكوناتها مظبوطة. مش هتحتاج اي حاجة. نيجي بقى لطريقة اللف زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب معلقة او بايدينا عادي ونكمرها من على اليمين زي ما انتوا شايفين وعلى الشمال. طريقة يعني سهلة وبسيطة لأي حد ممكن يعملها. لف كده ونجيب بقى بعد ما عملناهم نجيب بقى في الطاجن بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. ونجيب عندنا مرقة او مية سخنة، بس هي مرقة معمولة عادي زي ما انتوا شايفين كده. هننزل بالمرقة بتاعتنا في الطاجن. هنزود المرقة بتاعتنا شوية عشان هيخش في الفرن واللحمة بتاعتنا تستوي على مهلها. ودي بعد نص ساعة من الفرن بيطلع منظرها كده. كان عندنا حتتين لحمة حطيناهم، طالعة عاملة زي المشوية بالظبط. ودي كانت طريقة ورق العنب، وطريقة سهلة. هنقلب ومش هيتبقى اي حاجة في الطاجن. بص المنظر واللحمة مستوية جامد. والطريقة دي سهلة وبسيطة لعمايل ورق العنب، وان شاء الله تكون عجبتكم وطريقة جميلة. وياريت تدعمونا باشتراك ولايك للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.